السلام عليكم، تحية حب واحترام لكل من يتابع قناة منوعات. تواصلوا معنا عن طريق الانستغرام المعرف امامكم، واذا راح تحصلون رابط في الوصف ايضا مثبت فيه التعليق. اذا عندكم مقاطع تحبون ننشرها على قناتنا احنا بخدمتكم، مجرد تدزونا وان شاء الله ما نقصر. بالنسبة للموضوع اليوم كالعادة سلوان مونيكا يتكلم عن السيد مختار الصدر هو واصدقائه في احدى البث المباشر على تيك توك. تكلموا عن السيد مختار الصدر كلام جدا بذيء ومرفوض جدا، فخلونا أعرض لكم المقطع ونرجع نعلق عليه مرة ثانية. حبيبي أمير، بصراحة ما يعني بس أتمنى هذا الحاش السامع حاشاكم، أتمنى هذا الكلب يطلع ومرة ثانية على القيست ويقول هيك وهيك، يقول لي أنا ما عندوش، هو طلع يعصب، بس طلع يعصب الناس، هو لا عنده ولا هو صوته عيل صغير يعني. مثل ما سمعتوا كلامهم يقولون ويغزلون السيد مختار الصدر انه هو حكى وطلع حتى يخلي الناس تطلع وتعصب وتسوي هذه الفوضى. يعني هم قابلين انه اللي سووه هو شيء صحيح، ويريد يعلمون المسلمين انه يغيرون افكارهم لان افكارهم خاطئة، فهذا هو اعتقادهم اللي هو اصلا خاطئ جدا. وهواي ناس مرات تترك لي تعليقات، طبعا انا اقرا كل التعليقات، يقولوا لي ليش تكره السيد مختار الصدر وليش تكره آل الصدر. احنا عندنا حب جدا كبير لآل الصدر وللسيد مختار الصدر وكلش نحترمهم، لكن هي هذه المقاطع اللي احنا نريد نوصلها لكم حتى نعرفكم على مثل هيك نماذج. وايضا الفنان الكبير سامي قفطان طلع بتصريح جديد وتصريح قوي جدا، يقول اني انسان مبذر وما عندي سيارة ولا اقدر اجيب سيارة لان برقبتي 7 افراد، والظرف اللي انطوني اياه بالحفل الاخير خلى الديانة كلها تيجي لبيتي وتريد فلوسها، عبالهم بمبلغ كبير، ما يدرون هو مجرد ظرف فارغ بكلمة شكر إلي فقط. فهذا هو التصريح من سامي قفطان. للأسف فنانين وصلوا لهيك مرحلة، وتعرفون انتم كل الفنانين العراقيين مظلومين لرواتبهم جدا قليلة ما تتجاوز 300,000، ويجي لك شخص ما دارس وماخذ له منصب قوي بالدولة يعطونه 2 أو 3 مع شديد الأسف. فإذا نريد نتكلم عن المعاناة اللي جاي يمر بها العراقيين واللي جاي يمرون بها الفنانين ما راح نخلص، وراح يبقى هذا الفيديو مفتوح لمدة سنة كاملة حتى نكمل معاناتنا والأمور اللي جاي نمر بها.